الأفريقي. على الطبل الإفريقي تقرع السياسة المغربية، وعلى وتر الانتماء للقارة الإفريقية تمت زيارة العاهل المغربي محمد السادس إلى رواندا وتنزانيا. المتابعون للشأن المغربي ربطوا بين زيارة الملك إلى دول شرق إفريقيا وقرار الرباط العودة إلى الاتحاد الإفريقي، كما أن التعاون جنوب جنوب أصبح خيارا استراتيجيا تمليه ظروف القارة والمنطقة والعالم، وعلى رأسها التعاون لمكافحة الإرهاب والانفتاح الاقتصادي للمغرب على البلدان الإفريقية دون إغفال قضية المغرب الأولى الصحراء. البيان المشترك عقب زيارة الملك محمد السادس إلى تنزانيا نص على نقاط عدة تصب في اتجاه التعاون بين البلدين، أهمها دعم تنزانيا لقرار المغرب العودة إلى المنتظم الإفريقي ودعم قبوله ضمن مؤسسات الاتحاد ابتداء من القمة المقبلة. البيان نص أيضا على دعم تنزانيا للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة فيما يخص قضية الصحراء، وتثمينها لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية من أجل البحث عن حل دائم لهذه القضية. وكانت جولة العاهل المغربي الإفريقي انطلقت من عاصمة رواندا كيغالي قبل أن تأخذه إلى تنزانيا، وتوجت بمجموعة من الاتفاقيات يرى مختصون أنها تسير وفق الرؤية الاقتصادية للملك محمد السادس التي تركز على العمق الإفريقي والتعاون جنوب جنوب. وكان العاهل المغربي قد زار في عام 2013 دولا في غرب إفريقيا منها السنغال والجابون وساحل عاج في جولة استمرت أسبوعين واعتبرت ناجحة بالنظر إلى ما حققه القطاع الخاص المغربي خلال السنوات الأخيرة من قفزة استثمارية مهمة في أسواق غرب إفريقيا، فيما يبدي المتتبعون تفاؤلا كبيرا بشأن الديناميكية التي تعيشها السياسة الخارجية المغربية، والتي ستدفع في اتجاه تعزيز موقع المستثمر المغربي في دول كرواندا وإثيوبيا وتنزانيا من خلال الاستثمار في قطاعات البنوك والبناء والأشغال العمومية وقطاع الإسمنت والزراعة.